النهارده بقى هنعمل وصفة بطاطس خفيفة كده طعمها حلو قوي. ينفع نخزنها علشان رمضان ان شاء الله. نطلعها كده من الفريزر على طول ونحمرها. هتعجبكم كده جنب كفتة بانيه الاكلات اللي هي بتحب البطاطس دي. يلا بينا نبدأ ونشوف كده هنعمل ايه. عندي هنا نص كيلو من البطاطس مقطعاها وحطاها كده في مية، غسلها كويس جدا. هقطعها كده مكعبات صغيرة علشان هسلقها. عايزه اقولك ان الوصفه دي من البطاطس طعمها حلو قوي. مختلفه عن ان احنا طبعا بنقطع بطاطس ونحمرها على طول كده جنب الكفته وجنب البانيه والحاجات اللي هي بتحب البطاطس. لا، الحاجات دي هعمل لكم كده انواع مختلفه من البطاطس المحمره، بس باشكال واطعمه كده مختلفه طعمها حلو قوي. طبعا ينفع نخزنها علشان رمضان. تطلعي كده من الفريزر وتحمري على طول. بقطعها كده زي ما انتم شايفين. طبعا بتعملي كمية كبيرة وبتشيليها في الفريزر مرة واحدة. بعد ما قطعتها كده هحطها بقى في اي حلة عندك طاسة وتحط لها مية من الحنفية. هنسلقها لحد ما نحس ان هي خلاص استوت معايا. بعد كده هوريكم هنعمل ايه. طبعا اهم حاجة وانتي بتحطي البطاطس كده في المية تتسلق، بنحط معاها شوية من الملح، بتدي طعم كده للبطاطس احلى. انا حطيتها كده على النار، هغطيها بقى واسيبها لحد ما تستوي معايا زي ما انتوا شايفين كده. هي كده استوت معايا. طبعا البطاطس المهروسة اهم حاجة فيها ان احنا اول ما تكون استوت خلاص ما بسيبهاش تبرد وبعد كده اهرسها. مش هتبقى حلوة، لازم تهرسيها وهي سخنة معاكي. وانتي بتحطي عليها التوابل والحاجات دي كلها لازم تبقى سخنة عشان تاخد الطعم التوابل، لكن لو سبتيها تبرد مش هتبقى حلوة ابدا. بعد ما هرستها كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين، هحط لها بقى معلقه كبيره كده من الزيت. اهم حاجه زي ما قلت لك البطاطس تبقى سخنه. بعد كده هبتدي احط بقى ملح. طبعا هي خلاص اتملحت كويس. هحط فلفل اسود وكمون، وهحط نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، واقلبها كده كويس جدا. طبعا كميه الملح اللي انا حطيتها في الميه هي كويسه، مش هحط لها ملح تاني. لو طبعا عايزه ملح منك بتحطي. دي معلقه كبيره من الدقيق، ومعلقه ونص كده من النشا. هقلبهم كده كويس مع البطاطس. هي تجديد طبعا عن البطاطس اللي احنا بنعملها، بس هتعجبكم جدا. بعد كده حطيت حبة بقدونس كده زي ما انتوا شايفين. البقدونس براحتك لو عايزة تقلليه او تزوديه، بس هو بيدي طعم حلو قوي للبطاطس. طبعا مش بنحط العيدان خالص بتاعة البقدونس، احنا بنحط اللي هي الاوراق بتاعة البقدونس بس. بتفرميها كويس جدا وبعد كده بنحطها. هقلب بقى كويس لحد اما الدقيق اللي انتوا شايفينه ده كله والنشا يختفي خالص في البطاطس، يعني يبقى كأنها هي شكلها بطاطس ما فيهاش اي دقيق ولا فيها نشا. لازم الدقيق والنشا يختفوا خالص كده. بعد ما بصوا الدقيق مش باين اصلا. هبتدي احطها بقى في كيس حلواني. طبعا لو ما عندكيش كيس حلواني مفيش مشكلة، حطيها في اكياس تلاجة عادية، اللي هي الاكياس بتاعة المطبخ دي. وتشتغلي زي ما انا هشتغل كده، يعني مفيش مشكلة. اهم حاجة برضو قبل ما نحطها في الاكياس لازم تهدى شوية صغيرة، ما تبقاش برضو
ولا سخن قوي ولا برد، علشان تعرفي تشكليها. لان هي لو بردت معاكي مش هتتشكل بسرعة. وبرضو ما نحطهاش سخنة في الكيس، احنا عقبال ما هنحط الدقيق والنشا والحاجات دي هتبقى بردت شوية. بعد ما حطيتها في الكيس كده زي ما انتوا شايفين، طبعا بفتحه فتحة صغيرة كده من تحت. بجيب بقى صاج كده وعليه ورق زبدة، وعلى فكرة ممكن تحطي على اي طبق عندك اي حاجة، ما تحطيش ورق زبدة، هي مش هتمسك، يعني هتطلع معاكي على طول. بنزل بقى كده البطاطس على شكل صوابع زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان انا طبعا مش هينفع انزلها في الزيت على طول، انا بحطها على صاج او على طبق زي ما انتوا شايفين كده، لان احنا عايزينها بقى تبرد خالص وتمسك نفسها، اعرف اشيلها كده من على الطبق عشان اعرف انزلها في الزيت. فانا بشكلها الاول وبعد كده بسيبها تبرد خالص وتحسيها خلاص كده بقت ماسكة نفسها. شكلها حلو قوي وطعمها كمان حلو، هتبقى مقرمشة جدا. بنضغط كده وننزل على طول عشان يطلع شكلها مظبوط معاكي. طبعا لو عايزة تعملي كمية كبيرة وتشيليها علشان رمضان بتفرزي زي ما احنا بنعملها كده. ما ينفعش نحط فوقيها حاجة تانية علشان طبعا شكلها ما يبص معاكي. بتحطيها زي ما هي كده وبتدخليها الفريزر، مش هتاخد وقت معاكي. هتخلصي وتطلعيها وتعملي كمية تانية. بتشيلي طبعا في اكياس على قد الكمية اللي انت هتحمريها. بتحطيها في زيت سخن على طول، ما بتسيبيهاش تفك، بتطلعيها من الفريزر على الزيت على طول. هتبقى مقرمشة معاكي وهتبقى حلوة. هنعمل انواع كتيرة من البطاطس هتعجبكم ان شاء الله، علشان رمضان تلحقوا تفرزوها وتشيلوها. ان شاء الله هتعجبكم. هخلص بقى الكمية كلها وبعد كده هقول لكم نعمل ايه. كده بعد ما الكمية كلها خلصت معايا بسيبها متعرضة طبعا في الجو كده شوية علشان اعرف انزلها في الزيت. هجهز بقى الزيت. طبعا الزيت ما بيبقاش سخن قوي، بيبقى وسط كده. اول ما احس ان هو خلاص ابتدى يسخن ويبقى مش بارد، يعني بقى سخن شوية، هبتدي انزل بواحدة واحدة. طبعا لازم نسيبها زي ما انا قلت لكم شوية علشان تعرفي تشيليها من على ورق الزبدة. انا كده الزيت سخن معايا، هبتدي بقى انزل بواحدة واحدة. بصوا طالما سيبناها شوية مسكت نفسها، هعرف امسكها كده وانزلها في الزيت. ما ينفعش امسكها وهي طرية. طبعا وانا بحطها في الزيت بحطهم بعيد عن بعض علشان ما يمسكوش في بعض، وما نقلبش فيها ابدا اول ما ننزلها. لو قلبت فيها على طول هتفك منك وهتبوظ. نسيبها كده دقيقة، دقيقة او دقيقتين، تاخد كده، تحس ان هي خدت اللون الذهبي كده من الجناب ومن تحت. ابتدي بقى اقلبها علشان تتحمر كلها مرة واحدة وتاخد نفس اللون. زي ما انتوا شايفين كده ما قلبتش فيها خالص، لان طبعا لونها ابيض لسه. اول ما تحس ان هي لونها بقى ذهبي شويه كده، هبتدي اقلبها اهو زي ما انتوا شايفين. ممكن نديها نص تحميره، نص تحميره بس قبل الاكل، علشان تاكليها سخنه. طبعا وهي سخنه بتبقى احلى ومقرمشه. فنديها نص تحميره ونطلعها. نطلعها بقى تبرد شويه، وقبل الاكل ممكن ننزلها في الزيت تاني بقى تاخد التحميره الكامله بتاعتها. هي ما بتاخدش وقت خالص لان هي طبعا مسلوقه، فمش هتاخد منك وقت خالص في السوا، يعني هتخلص على طول. اول ما تاخد بقى اللون الذهبي كده واحس ان هي خلاص اتحمرت وكلها بقت لون واحد، بطلعها بقى كده من الزيت واصفيها كويس جدا من الزيت. طبعا بقية الكمية بعملها بنفس الشكل ده كده. ما بحطهمش فوق بعض، يعني بطلعهم من الزيت يبقوا جنب بعض كده، ارصهم في طبق كبير كده شوية. اول ما تهدى بحطهم جنب بعض، ما تخليهمش فوق بعض.
طبعا ممكن تحطي بقى اول ما تطلع كده من الزيت خلاص، تحطي بقى اي طعم انت بتحبيه، اي تتبيله انت بتحبيها تديكي طعم وتست احلى. هخلص بقى بقيه الكميه كلها وبعد كده هوريكم شكلها يبقى عامل ازاي. انا كده خلصت الكميه كلها، طعمها حلو قوي، وبصوا القرمشه بتاعتها عامله ازاي. كده خلاص خلصنا الوصفة، سهلة جدا وسريعة ولذيذة، طعمها حلو قوي. تغيير عن البطاطس اللي احنا بنعملها على طول. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.